السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ناس كتبت في العالم. انت اسمك ايه بقى؟ ادم. ما شاء الله على اسم سيدنا ادم. ما شاء الله. انت في سنه كام بقى؟ سنة 5. سنه 5؟ ما شاء الله. طب انت طموحك ايه؟ أروح أبقى مهندس بترول. ما شاء الله مهندس، انت محدد مهندس بترول. طب تقول ايه بقى اللي زيك كده ما عندوش طموح؟ لما يبقى عندهم طموح. عشان ايه؟ يعني يبقى عندهم طموح ليه؟ عشان يحققوه. انت بتجتهد وعايز تبقى مهندس صح؟ بتذاكر بقى؟ بتصلي؟ طب تقول ايه بقى ما بتصليش بقى؟ لازم نصلي عشان الصلاة دي عبادة. ما شاء الله. ما شاء الله، الله عليك. أنا كتبت في العالم. انت اسمك ايه بقى؟ أحمد عبد العاطي. احمد، اسم الرسول يعني عبد السلام. ما شاء الله. انت بقى في سنه كام؟ أولى إعدادي. اولى اعدادي. طب طموحك ايه بقى؟ لا أبقى دكتور إن شاء الله. ان شاء الله. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش طموح؟ لازم يبقى عنده طموح ويجري ورا السرير عشان ينجح. صح، الله ينور عليك. بتصلي؟ الحمد طب تقول لله. ايه بقى اللي ما بتصليش بقى؟ لازم يصلي ويقرا بقى ربنا ليه بقى؟ عشان ربنا يغفر له ويخش جنة. صح. طب انت بتشرب سجاير؟ لا استغفر الله العظيم. طب تقول ايه بقى اللي بيشرب سجاير؟ يدمر صحته. انت بتشوف عيال شبه كده بيشربوا سجاير قدك في السن؟ أيوة. كام واحد مثلا في دفعتك؟ ما اعرفش. كتير ولا قليلين؟ لا مثلا قليلين. يعني ربع الدفعه مثلا؟ لا اقل شويه. اقل شويه. ما شاء الله. انا عايز كتبت في العالم. انت اسمك ايه بقى؟ احمد شايب عبد البديع. شرب احمد. يعني اسم الرسول عليه السلام. الله يسلمك. ما شاء الله. طب انت بقى في سنه كام؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي؟ عندك طموح؟ عندي طموح. طموحك ايه؟ ضابط طيران. لو الطيران. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش طموح؟ ان شاء الله ابني لنفسك طموح. الله ينور عليك. بتصلي بقى؟ بنصلي. بتصلي؟ لسه راجع من عمره والله. يعني انت لسه عامل عمره؟ ما شاء الله. حسيت بيها هناك وانت في العمره؟ راحه نفسيه احسن من مصر. والله؟ طب انت بتسمع اغاني؟ لا ما بنسمعها. والله العظيم؟ والله ما شاء الله عليك. طب تقول ايه بقى اللي ما بيسمعش اغاني؟ اللي بيسمع اغاني تقول له ايه؟ نسمع اغاني احفظ قران احسن. يعني انت حافظ قران؟ حافظ كام جزء؟ لا انا كنت حافظ ماشي لحد سوره ياسين بس نسيتهم بقى. نسيتهم خالص؟ نسيتهم. يعني انت دلوقتي مش حافظ حاجه خالص؟ حافظ نص من ياسين كده. نص من ياسين؟ تمام. طب بقى انت بتقول ايه بقى اللي بيصليش بقى؟ لازم نصلي. ليه؟ عشان هيتحاسب عليه في الاخر. صح. وانت في العمره لقيت عيال شبه كده صغيرين؟ وانت في العمره لقيت عيال شبه صغيرين كده؟ وايه؟ وانت في العمره لقيت عيال زي كده صغيرين في الام في العمره؟ ايوه في عيال صغيره في اطفال صغار. ماشي. ناس كتير في العالم. اسمك ايه بقى؟ محمد عباد. على اسم الرسول برضه عليه الصلاه والسلام. الحمد لله. طب انت في سنه كام بقى؟ اولى اعدادي. اولى اعدادي. طموحك ايه بقى؟ ان انا كلها في كوره. لاعب كوره زي محمد صلاح كده، يعني ترفع اسم مصر في العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله. بتصلي بقى؟ طب تقول ايه بقى اللي ما بيصليش بقى؟ ان هم ربنا يديهم وادعي لهم بالهدايه بس. ما شاء الله. ما شاء الله. طب انت بقى بتشرب سجاير ولا؟ لا. طب تقول ايه اللي الشباب اللي زي كده بيشربوا سجاير؟ ادعي لهم برضه بالهدايه وربنا يديهم يعني احنا خير يا شباب الارض. اسم حضرتك ايه بقى؟ اسم محمد مازن. يعني اسم الرسول عليه السلام. الحمد لله. سنه كام بقى؟ ثالثه ثانوي. ثانوي عام؟ ان شاء الله. ما شاء الله. طموحك ايه بقى؟ طموحي ان انا كليه حربيه ان شاء الله. ما شاء الله. تصلي؟ الحمد لله. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش طموح؟ لا والله وانت لازم يبقى عندك طموح ويبقى عندك حاجه اساسيه، هدفك ده اللي انت تبني عليه مستقبلك اصلا. فاللي هو ما عندوش طموح ده يبقى هو مش عايش في الحياه من الاساس يعني. فاهم انت ازاي؟ صح. طب تقول ايه بقى اللي ما بيصليش؟ لا يا عم انت كده كده بتقرب من ربنا وبتقرب من دينك. انت طول ما انت بعيد عن ربنا، طول ما انت ما فيش اي حاجه هتقرب منها اساسا ولا هتبني نفسك. انت بتبني شخصيه وبتبني بدايه اساسا جديده مع ربنا. فانت يعني انت بعيد عن ربنا ليه؟ ايه اللي موافق ان انت بتشرب سجاير؟ الحمد لله مبطل بقالي 8 ايام اهو. بقالك 8 ايام مبطل؟ الحمد لله. طب حسيت بايه بقى لما كنت بتشرب ودلوقتي لما بطلت؟ هي اساسا البدايه انا بديتها غلط. ان انت بديتها اساسا بدايه غلط. انت بتبني شخص بتبقى اساسا ايه زي ما تقول كده فتره مراهقه. فاهم انت ازاي؟ فانت بتبنيها على شخصيه غلط وبتبنيها اللي انت تشرب مخدرات. لا فاهم انت ازاي؟ يعني اللي بيشرب سجاير بيشرب مخدرات؟ طبعا ده اكيد. ما فيش كلام اللي هو يقول لك ان هو بشرب سجاير بس تفاريح ده بيبقى كذاب. بس انت بطلت فعلا بقالك 8 ايام؟ بطلت بقالي 8 ايام. طب تنصح الشباب ايه بقى؟ طب هترجع تاني للسجاير؟ لا باذن الله يعني. لا. وصليت وبتاع وبقت حلو؟ الحمد لله قربت من طب تنصح بقى الشباب ايه يبطلوا سجاير؟
تنصح الشباب اللي بيشرب سجاير تقول له ايه؟ انت بتستفاد ايه؟ انت كده كده بتبني دماغك دي اساسا بتفسدها. لو بيقول لك بشربها علشان مثلا بواتي لا، انت كده وفي ناس بيفطروا كانوا بيفطروا رمضان على السجاير. انا اساسا وناس واحد كانت من الناس بتتسحر على السجاير. رمضان اللي فات كنت بشربش اللي هي سجاره، يعني اللي هو على قبل الفطار. فاهم انت ازاي؟ على ام سي اللي هو بفطر على سجاره، وكنت ساعات بفطر رمضان عشان سجاير. يعني انت بتفطر على السجاره؟ كنت بفطر في رمضان عشان سجاير. يعني انت كنت في رمضان ما بتصومش عشان السجاير؟ حصل. يعني تنصح الشباب ما تشربوش سجاير يا جماعه؟ ما تشربش سجاير ولا تبتدي البدايه دي اصلا، ولا اصلا تقرب ليها، ولا تقرب ليها. انت لو شفتها كده تتركها كده قدامك ولا تقرب لها. الله ينور عليك، ربنا يستر عليك، يا رب، ربنا يديم عليك يا رب. احنا خير شباب الارض. الله ينور عليك. اسمك ايه بقى؟ احمد. احمد على اسم الرسول عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. انت في سنه كام بقى؟ لا والله مش مدرسة. ما مخلص يعني؟ تمام. طب انت طموحك ايه؟ والله احنا طموحي. انت شغال ايه الاول؟ شغال سواق. سواق ما شاء الله. عندي عربية بس عربيتي يعني. ما شاء الله. طب طموحك ايه بقى؟ هو اللي انا اكبر العربية دي من عربية لعربية تانية. ماشي. ما شاء الله. ماشي، يزيد اللي هي كل حاجة. ما شاء الله. ما شاء الله. طموحي مثلا يبقى عندي مثلا دخل كويس. ماشي. برضه ايه يعني انت بتجتهد عشان تلاقي. تمام. طب تقول ايه بقى اللي ما عندوش طموح بقى؟ ما عندوش طموح؟ يعني انت في بيقول لك اسعى عبد وانا اسعى معاك. صح. تمام؟ صح. انت بتصلي؟ الحمد لله. والله؟ الحمد لله. ما شاء الله. طب تقول ايه اللي ما بيصليش بقى؟ انا ما بصليش. افتكر افتكر الاخره وانت داخل كده تصلي، بتتوضى وبتصلي كده. صح. افتكر اخرتك. صح. الله ينور عليك. انا كنت من ضمن الناس اللي ما بتصليش، بس بقيتش بشوف اخرتي الاول قبل ما اشوف دنيتي. الله ينور عليك. بس انت لما صليت حسيت فعلا في راحه نفسيه. في راحه نفسيه. ما عادش فيه تسمع اغاني؟ نعم. يعني انت بتسمع قرآن ولا اغاني كله؟ لا انا بسمع قرآن. انا بسمع قرآن. انا بشيخ. طب ابوك شيخ؟ ما شاء الله. طب بتحس بايه القرآن بقى؟ نعم. بتحس بايه وانت بتسمع؟ هو اي حد المفروض اللي هو يحس براحه نفسيه اصلا. انت بتحس براحه نفسيه فعلا؟ ما شاء الله. طب ينفع بقى تبطل الاغاني؟ نعم. ايه رايك؟ حتى انت لو ما بتسمعش اغاني انت بتضطر مثلا لو راكب توك توك الكلام ده. لا انت مش مضطر. لا تمام. مش مضطر. ربنا قال لك في كتابه ايه؟ من اعرض عن ذكر فله ايه؟ معاش ضنك. الله ينور عليك. فعلا تمام. فعلا اي حد بتلاقيه بيسمع اغاني وبتاع تلاقي عيشته كلها ايه؟ ضنك. الله ينور عليك. فانت بقى ايه؟ تبطل اغاني ان شاء الله. ماشي. تنصح الشباب ان شاء الله. قول لهم يلا احنا هنبطلوا. وانا عايز اقول حاجه. الدكتور حازم هو ده الصراحه اللي كان مديني يعني هو اللي خلاني. دكتور حازم الدكتور حازم الأجوبي. ما شاء الله. ماشي. يعني هو كان سبب من هو ده كان سبب من الاسباب برضه غير والدي. ماشي. ما شاء الله. انا بحترمه جدا الدكتور حازم ده. ما شاء الله. ربنا يبارك. ماشي حبيبي. شكرا. طب تقول ايه بقى للشباب اللي زيك اللي هم ما بيسمعوش شيوخ اصلا؟ نعم. اللي ما بيسمعوش شيوخ اصلا. والله بص هقول لك على حاجه. انا زي ما قلت لك افتكر بص لاخرتك الاول قبل ما تبص لدنيتك. صح. الله ينور عليك. تمام. الله ينور عليك.